ياسر القحطاني قائد المنتخب السعودي المتوج الأسبوع الماضي بلقب أفضل لاعب آسيوي حل في دبي الخميس في طريقه للرياض قادما من سيدني، حيث توج. العربية استقبلته وحاوره وحيد المصري. حصولك على جائزة أفضل لاعب ب 2007 شو بيعطيك للمستقبل؟ قادر أنك تستمر بنفس المستوى من العطاء في الفترة القادمة؟ والله شوف، الجائزة ممكن أعطتني الآن مسؤولية أكبر وحملتني مسؤولية كبيرة. أنا أوعد بلدي في البداية، وأوعد جماهير الكرة السعودية أني راح أبذل إن شاء الله كل ما أستطيع إن شاء الله بمساعدة زملائي، بوقوف زملائي مع ياسر أيضا، إنه إحنا نقدم شيء اللي يرضي ويرد على الأقل شيء مما يقدم لنا بلدنا ومما تقدم لنا أنديتنا أيضا. فالجائزة يعني أعطتني صراحة مسؤولية راح تفرض علي إني أقدم أكثر مما كنت أقدم، علشان أفرض وعشان أوضح وأثبت إنه ياسر إن شاء الله إنه كان يستحق الجائزة، وفي القادم إن شاء الله إنه راح يكون أفضل مما سبق بإذن الله. برأيك بعد في مشككين بإنه ياسر أفضل لاعب في آسيا؟ والله شوف، أعلى سلطة قررت وحددت بمقاييس ونقاط ومعايير، أعتقد أنه ما في أي مجال. بالنسبة لك للأعوام القادمة بتفضل ممكن يكون المدربين أو الإعلام له دور في التصويت أو الإبقاء على النظام الحالي لاختيار أفضل لاعب؟ والله شوف، النظام اللي كان في الجائزة 2007 أعتقد أنه كان لن يسمح لأي جهة وأي طرف في التشكيك في الجائزة، لأن هناك معايير وهناك مقاييس وهناك نقاط الكل يعلمها يعني ويعرفها، لكن بالإضافة إلى الدخول يعني بعض الترشيحات أو التصويتات قد يعطيها بعض الرونق والحلاوة، لكن في النهاية هذه الأمور كلها ترجع للAFC الاتحاد الآسيوي. وأعتقد أنهم يعني السنة هذه أو جائزة 2007 استطاعوا يعني بشكل كبير أنهم يحافظون على سرية الجائزة، لدرجة أنه إحنا الثلاثة مرشحين ما عرفنا لحظة ظهورنا يعني أو إعلان أسمائنا على الستيج. أسعد لحظة بحياتك تسجيل الهدف ضد تونس في كأس العالم، حصولك على هاي الجائزة أو لحظة ثانية؟ والله شوف، هو في لحظتين يعني صراحة. تسجيلي في كأس العالم أعتقد أنه شرف كبير، يعني أنه أتشرف أني أكون من ضمن قائمة لعيبة القلة اللي سجلوا في كأس العالم بالنسبة لكرة القدم السعودية. وهدف في كأس العالم زي ما علمني يعني الكابتن سامي الجابر اللي أنا أعتبره قدوة ياسر في كرة القدم، أنه هدف في كأس العالم يعادل أهداف في البطولات القارية الأخرى. فكلامه أنا شعرت به بشعور تام. اللحظة الثانية اللي هي لحظة تتويجي في لقب أفضل لاعب في آسيا، أعتقد أنه اللقب كان ينسب إلى بلدي أكثر من أنه إلى ياسر، وهذا اللي جعله محبب وجعله نقطة تحول كبيرة في حياة ياسر الكروية. تعتقد أنه نجاحك في كرة القدم ممكن خلى العائلة تتجاوز شوي الصعوبات اللي واجهتك في الدراسة الجامعية، أنه كرة القدم خلاص عوضت كل شيء؟ نعم صحيح، يعني يمكن كرة القدم حاربتني في الدراسة الجامعية، لكن أنا قلت أنا والدراسة والزمن طويل ولا راح أفرط إن شاء الله في الدراسة الجامعية. وأنا الآن خلال رجعتي إن شاء الله في اتفاقات إن شاء الله وفيه على تكملة دراسة الجامعية إن شاء الله في انتساب لأحد الجامعات، ونسأل الله التوفيق ودعوات الجميع معنا إن شاء الله. حصولك على الجائزة حسب البروتوكول التعاون بين الاتحاد الآسيوي ونادي تشيلسي الإنجليزي بيعطيك فرصة لمشاركة في تدريبات مع نادي تشيلسي. طبعا الموضوع بحاجة لاتفاق بين ناديك ونادي تشيلسي على الفترة الزمنية المناسبة لك ولناديك. برأيك شو ممكن الفائدة؟ هل أنت بترحب أنك تشارك في تدريبات نادي تشيلسي؟ والله شوف، هذه أمور يبي لها دراسة تامة، خصوصا الوضع تغير بالنسبة لنا. احنا تكلمنا في الموضوع هذا، لكن في إن شاء الله قرار راح يصدر من جهتي أنا ومن جهة وكيل أعمالي الأستاذ تركي المقيرن لتحديد سواء أسباب الرفض أو القبول في المشاركة في تمارين تشيلسي. قد نحتفظ بالأمر إلى الآن لأن هناك موضوع أكبر من أنه مجرد تجربة. قد يكون هناك أمور أخرى تخفى على الجميع، ولكنها واضحة لدينا، وإن شاء الله أنه راح يكون في
فيها إن شاء الله بيان لجميع وسائل الإعلام أنه سواء ياسر قبل الاحتراف في تشيلسي أو أنه رفضه. ويمكن الكل يستغرب من البيان، لكن راح يكون لنا أسبابنا اللي على الأقل مقنعة لنا. هل الأمر له علاقة بجنسية مدرب تشيلسي؟ قد يكون، ولكن أنت قلت كلام ممكن يكون صحيح، لكن الأمر هذا زي ما قلت لك إلى الآن إحنا نتداوله. أكثر من مرة وفي أكثر من لقاء ياسر القحطاني يقول أرغب بالاحتراف في أوروبا، في الدوري الإسباني، في الدوري الإنجليزي. إيش تصورات الاحتراف بالنسبة لياسر؟ يعني هل هي مجرد مشاركة في تدريبات؟ هل اللعب في نادي بدرجة ثانية بدوري أوروبي يرضي طموحك ولو براتب أقل من الراتب اللي تحصل عليه؟ أنا نظرتي للاحتراف أنه تحدي آخر، تحدي جديد. إحنا قدمنا يعني في دورياتنا العربية أو في دورياتنا المحلية ما قد يكون شيء يشكر عليه اللاعب أنه يقدم مستوى أو مجهودات. صحيح أنه لن يعني يوفي حق بلده، لكن قد يخدم بلده وقد يوفيها حقها أكثر بالاحتراف خارجيا، لأنه راح يحمل لواء البلد. أعتقد أنه اللاعب الخليجي لو أخذ فرصته الكاملة والتامة في الاحتراف الخارجي راح يثبت أنه على قدر الثقة والمسؤولية. بعض المدربين الأجانب اللي في المنطقة الخليجية طبعا بعد ما يترك العقد تبعه وينتهي دائما بيهاجم عدم انتظام اللاعب الخليجي بشكل خاص واللاعب العربي بشكل عام في التدريبات، في مواعيد تدريبات صباحية ومسائية. بالنسبة لك يعني هل عندك أي مشكلة في التدريبات، في الالتزام ممكن بنظام صارم مقارنة بالنظام اللي بتعيشه حاليا؟ والله شوف، أي مدرب يعني محترف أجنبي أعتقد أنه متعود على سيستم ونظام خاص في الدول الأوروبية أو في الدول اللاتينية. ف لما يعني يدرب في منطقة الخليج يتفاجأ يعني بوجود عادات وتقاليد نحن كلاعبين لا نستطيع أن نستغني عنها. بعض المدربين يتذمر من أداء بعض اللاعبين وقت الصلاة أثناء التمرين، وهذا شيء بالنسبة لنا لا نرضى أو نقبل فيه القسم على اثنين. بالعكس، يعني وقت الصلاة في وقت التمرين يعني نضحي بالتمرين لأجل الصلاة. هذا شيء جديد وغريب على المدرب الأجنبي، قد يتذمر منه. هناك عادات وتقاليد صعب انه احنا كلاعبين انه نستغني عنها في مقابل التمارين، ولكن ما يكسر الحاجز هذا هو الاحتراف الخارجي. لأنه الاحتراف الخارجي راح يعطي اللاعب الخليجي او العربي المسلم اكبر مسؤولية، اكبر انتظام لوجوده يعني في وسط كوكبة منتظمة واحترافية. وزي ما يقول مثلا من 10 قوم 40 منهم صار منهم، إلا إن شاء الله بديانتنا احنا متمسكين فيها دائما وأبدا. دور العائلة في قرارك، ممكن أنت مقبل على مشروع زواج في الفترة القادمة، بإمكانك تضحي بهذا المشروع ولو مؤقتا، يعني تنتظر عليه حتى تحصل الاحتراف، ولا ممكن هذا يأثر على قرارك انه عدم مغادرة السعودية؟ لا، أنا الحمد لله إنسان ديمقراطي ولا نتخذ أي قرار إلا مشاورة العائلة سواء زوجتي أو أهلي، وفي النهاية إن شاء الله راح يكون فيه تحديد المصير بإذن الله.